اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة نانسي الجمال، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ الحكاية بسنة وهي قاعدة في أوضتها وبتعيط، وبتدخل مرات عمها وبتقول لها: إيه يا سنة، هتفضلي قاعدة كده تعيطي وتندبي؟ أمال عايزاني أعمل إيه؟ أرقص وزغرط؟ حرام عليكم يا عالم مفترية، ده انتوا مستخسرين فيا أحزن على أهلي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينتقم منكم. دخل عليها عمها الأوضة: في يا سنة، صوتك عالي كده ليه؟ ما تعرفش صوتي عالي ليه يا عمي؟ يعني مستخسر فيا اني احزن على اهلي اللي ما كملوش اسبوع ميتين؟ وكمان قال ايه؟ عايزني اتجوز ابنك؟ انت ايه، مش بني ادم؟ ما زعلتش حتى على اخوك اللي راح؟ من الواضح ان اخويا اللي راح ما عرفش يربي بنته كويس، ولا عرف يعرفها ازاي تتكلم مع عمها الاكبر منها. هو لو اتجوزت يا حبيبتي اللي عامله عليه كل الدوشه دي، فحابب اقول لك بقى ان انا مستحيل الغيه. فاهمه يا سنه؟ مستحيل، وبرضاكي او غصب عنك هتتجوزي مصعب ابني، مفهوم؟ وانا قلت لك مش هتجوز ابنك ده. طب في واحده تتجوز راجل مش بتعرف تنطق اسمه؟ هو بعدين ده اسم برضه؟ بص لها عمها بعصبيه وخرج هو ومراته. قعدت سنه على السرير وهي بتعيط بقهر: سبتوني لوحدي ليه بس؟ ربنا يرحمكم يا سنه دي. عدى اسبوع واتجبرت فيه سنه انها تجهز نفسها للجواز اللي هو اصلا هيتم بالغصب، وبرغم كده قررت انها مش هتسيبهم يتهنوا ابدا. وساعة كاتب الكتاب رفضت حد يدخل يشوف فستانها. انزلي يا مرات عمي وانا هلبس فستاني واجي. انا ماما طول عمرها بتقولي ان فال وحش قوي ان حد يشوف العروسه بالفستان والميك اب، فلو سمحتي بقى على الاقل سيبيلي ده اعمله بطريقتي. بصعوبه مرات عمها سمعت الكلام ونزلت فعلا وسابتها. خرجت سنه بالفستان الاسود وهي بتبتسم بحزن: انا بقى هربيكم ووروني ازاي بقى تتهنوا بفلوسي. بعد دقايق نزلت سنه للجنينه وحاطه ميك اب وحش جدا. قرب منها مصعب بسرعه: اللي باب اللي انت عامله في وشك ده ايه؟ مش عاجبك شكلي يا زوجي العزيز ولا ايه؟ اوعى تقولي انك هتلغي الجواز على اخر لحظه. بص لها مصعب بعصبيه، وقبل ما يتكلم قرب ابوه: ايه ده يا ابني، يغزي الشيطان، على الاقل يعني حد كاتب كتاب، وبعدها بقى خدها ربيه براحتك ومحدش هيقدر يكلمك. انا متربيه غصب عنكم يا عمي، ومش انا اللي هتجوز طمع في فلوس ست قدامي على المأذون وما اسمعش منك صوت، عشان ما خلوش بقى يوم ما تنسوش ابدا، سامعاني؟ كانوا ضيوف مصدومين ومستغربين. وبعد كتب الكتاب وقفت سنه جنب مصعب وهي بتتكلم بصوت عالي: حابه اشكركم كلكم يا جماعه على وجودكم في كتب كتابي اللطيف الظريف ده، وحابه اطلب منكم تهنوا العريس بيا، لانه هو كده كسب ثروه ما يحلمش يجمعها عمره كله. شدها مصعب بعصبيه ومشي بيها، زقها جوه العربيه بعصبيه، واتوترت سنه جدا لما بدا يسوق بسرعه. ايه، هتموتني عشان اللي قلته؟ يكون احسن برضو، انا اصلا عايزه واروح بقى لاهلي واسيب لكم العالم المنافق اللي شبهكم ده. اسكتي يا سنه وما اسمعش منك صوت خالص، انا ماسك نفسي عليكي بالعافيه. وهتعمل ايه يعني لو ما مسكتش نفسك؟ هتضربني؟ هتقتلني؟ رد، هتعمل ايه وانت متجوزني طمع؟ لو ما سكتيش هعمل اوحش من كل ده، وخليكي بقى مراتي قولا وفعلا. وانا ملاحظ انك مش حابه ده، فلو عايزه بقى تحافظي على نفسك النهارده ما اسمعش صوتك، سامعاني؟ لان بقى شياطين الدنيا كلها بتتنطط قدام عينيا، فاهمه؟ سنه بلعت رئه بتوتر وكانت عايزه عنده، بس شافت الصدق في عينه، بعدت وشها بسكوت. كده يكون احسن، وخليكي دايما بقى على موقفك ده. وصل بيها مصعب لبيت وركن العربيه. انزلي وانا هاجي وراكي، هتلاقي الباب مفتوح. نزلت سنه وهي حاسه بالخوف والدنيا كلها ضلمه حواليها. دخلت وكانت كل حاجه مضلمه. هو هيسيبني في بيت الرعب ده لوحدي ولا ايه؟ اجمدي يا سنه، ما ينفعش يشوف خوفك. ومره واحده لقيت حد بيمسك ايديها. يا ماما، حد يلحقني. اهدي يا سنه، ده انا اهدي. بصيت له سنه بتوتر وحاولت تبعد عنه. رجلي. عاجبك اللي حصل في رجلك ده؟ عشان بقى تفضلي عامله لي فيها فرقع لوز؟ وقال ايه عماله تتنططي كده؟ ما انت اللي مدخلني بيت مسكون، مستني اعمل ايه يعني؟ احضن يعني اول حد يمسكني؟ اتنهد مصعب ووطى وشالها. انت بتعمل ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ سيبني انزل يا مصعب، سيبني. للاسف مش هينفع، رجلك ممكن تكون اتأذت جامد، ولو سبتك ممكن الموضوع يكبر عن كده. سكتت سنه وهي بتحبس دموعها، ووصلوا عند الاوضه وحطها على السرير. بيت مين ده؟ واوضه مين دي؟ دي شقتي واللي هنعيش فيها من دلوقتي، ودي تبقى اوضتنا. هاتي رجلك بقى نشوف فيها ايه. ما فيهاش حاجه، ابعد عني بس، انا يومي زي الزفت ومش ناقص دلع بنات. بص على رجليها وكان بيتفحصها عشان اتلوت. مش ناقص دلع بنات؟ هو انا يعني اللي كنت ناقصاك؟ ايه القرف ده؟ دي حاجه تقرف. الالتواء بسيط باين يعني، وعلى الصبح كده هتبقى احسن بكتير. وانت دكتور بقى عشان عارف كل ده؟ في حاجه اسمها شكرا بدل تريقتك اللي ملاش اي داعي دي. شكرا على ايه؟ انت السبب من الاساس في اللي حصل لي ده. كان المفروض ما تسيبنيش ادخل لوحدي مكان بالضلمه ده ولا المنظر ده،
وعادي دلوقتي بقى انت بتصلح غلطتك، مش بتعمل لي جميله يعني عشان اشكرك. هتحتاجي مساعده في قلع الفستان ولا هباتي بيه لحد ما رجلك تتحسن بكره؟ اكيد هبات بيه يعني، طبعا مساعده منك ليه ان شاء الله. ما ردش عليها ودخل غير هدومه ونام جنبها من سكات. كانت هتتكلم وتعترض بس سكتت. مصعب قال لنفسه ايه يا مصعب، سيطرت على نفسك كل السنين دي وجاي دلوقتي هتفضح كل حاجه؟ شايف انك محتاسه شويه. انا لا، بس الحاجات كلها جديده عليا وبحاول افهمها. هاتي الملف اللي شغلك وتعالي. وده ليه يعني؟ هتعمل ايه؟ هعلمك الحاجات اللي مش عارفاها. اكيد مش هتعرفي تتحولي بين يوم وليله من البنت الدلوعه لسيده اعمال، وانا بقى كنت مساعد لوالدك من سنين وفاهم كل حاجه. وفعلا بدأ يشرح لها ويبسط لها الامور، وبعد وقت قفل الملف. كده كفايه عليكي المعلومات دي النهارده، اكتر من كده دماغك هتعمل ايرور. دلوقتي بقى خلينا نروح نتغدى. وافقت سنة وفعلا راحوا اتغدوا، وبعد الغدا روحوا على البيت. غيرت هدومها ومددت على السرير، ودخل مصعب غير هدومه ونام جنبها. شكرا على مساعدتك النهارده. ومصعب بتفكير لا، مش هتقدر تنام جنبها النهارده، احسن حاجه تقوم من هنا بدل بقى ما تعمل حاجه تندم عليها. عدى شهر وكان مصعب علم سنة كل حاجه محتاجاها، واي وقت بتحتاجه بيساعدها. سنة بتفكير يا سلام على الزوج المثالي. المثالي قال هتجنن كده واعرف هتبدأ خطتك امتى يا مصعب، وتحاول بقى تخليني انقلك كل حاجة. اخدت شنطتها وهما نازلين من على السلم اتكعبلت وكانت هتقع، وبسرعة شدها مصعب لحضنه. سنة حست بقلبها بيدق جامد. شكرا. قرب منها مصعب من غير سيطرة وبعدها بعد. انت ازاي تسمح لنفسك يا استاذ انت ان انت تعمل كده؟ على فكرة بقى انت قليل الادب ومتحرش. سابها مصعب ونزل بعصبية. كنت متأكد انك هتبقي زي العسل، انت العسل بتاعي لوحدي يا سنة. وفي الشركة ايه الجنان اللي عمله ده؟ وانا ليه حسيت بكده؟ اكيد يعني ما حبيتوش. حب ايه في انسان بارد ما عندوش مشاعر وطماع؟ ايوه اكيد طماع. مرة واحدة اتفتح الباب ودخل عمها والمحامي، وسنة قالت انتوا بتعملوا ايه هنا؟ وازاي تدخلوا بالشكل ده؟ انت اللي بتعملي ايه في الشركة يا بنت؟ ومن امتى بتيجي اصلا؟ يعني انت جاي على اساس ان انا مش هبقى موجودة؟ ايه يا عمي، جاي تسرق الاوراق من شركتي كمان ولا ايه؟ اخلصي يا قليلة الادب. هو بعدين احسن انك هنا كده ولا كده كنا هنجيلك. انت هتمضي عن تنازل وتوكيل تام لمصعب عن كل حاجة في الشركة، سامعة؟ لا والله. ومين بقى اللي قالك ان انا هعمل كده؟ الكلام ده تحلم بيه، ودي شركة ابويا وانا اللي هتصرف فيها مش انت. وقبل ما يعمل اي حاجة كان دخل مصعب وبيقول في يا بابا سنة حصل ايه؟ هو والله هتمثل عليا؟ هتعمل بقى عليا انك ما تعرفش ان ابوك جاي عشان يمضيني بتوكيل عام ليك انت يا استاذ؟ ربي مراتك ولمها وخليها توقع على الورق ده بدل بقى ما اجبرها انها توقع غصب عنها. ومين قالك يا بابا ان انا موافق اخد توكيل من مراتي؟ ها؟ قصدك ايه يا مصعب؟ قصدي ان سنة مراتي وانا احميها وادافع عن فلوسها وهدافع كمان على قراراتها، ومش هجبرها على اي حاجة. غير بقى كل ده ان سنة قادرة تدير الشركة بنفسها، ولو احتاجت لاي مساعدة هتسألني انا، فمفيش اي داعي تعمل لي توكيل. انت جننت يا ولد انت ولا ايه؟ شكلك نسيت الغرض من جوازتك منها، والغرض بقى منها ان فلوس اخويا ما تروحش في الارض بسبب فشل بنته. اولا دي اسبابك انت يا بابا، انا بقى ليا اسباب تانية في جوازي من بنت عمي. ثانيا انا اشتغلت مع عمي كتير ومستحيل ابقى ان شقاية دي على الارض، لكن سنة بقى قادرة تدير كل حاجة بشكل كويس ولحد دلوقتي. عشان كده للاسف مش هقدر ادعمك. عن اذنك لازم اخد مراتي عشان نتغدى. سنة قعدت في المطعم وهي متوترة ومش فاهمة اي حاجة. ممكن افهم بقى، هل دي خطة جديدة عشان تسحبني بيها ان انا حولك الحاجة وبرضايا؟ والله انا مش فاهمني اللي انت بتقوليه. وبعدين لو خطة يا ذكية اكيد مش هقولك يعني يا سنة، ولا ايه؟ هتصدقي لو قلتلك ان ده وعد بيني وبين ابوكي؟ هصدقك، بس قولي الحقيقة كاملة يا مصعب. مش عايزة اقعد تايه في وسط اللي بيحصل. انا كنت شغال مع عمي في حاجات كتير، انا وهو كنا قريبين من بعض جدا، وبعدها عمي وصاني بيكي، بس ما كانش ينفع اقولك ولا اقول لابويا لانه كان ممكن يلاقي طريقة تانية يحاول يجبرك فيها عن التنازل، لكن لما تبقي متجوزاني مش هيقدر. قصدك ان انت متجوزني عشان تدافع عني قصاد ابوك؟ اكيد ليا غرض تاني، بس لحد دلوقتي ده اللي انت محتاجه تعرفيه. روحت سنة وفضلت سهرانه وهي بتفتكر زمان. كانت لسه صغيره وعمها جاي زياره مع مصعب. بسرعه كانت جهزت نفسها ونزلت بسرعه. اول ما شافته قلبها دق. الحمد لله على السلامه يا مصعب، نورتنا. البيت منور بيكي يا سنة، كنت سهران طول الليل مستني اللحظه دي. ايه كنا وحشناك؟ انت اللي كنتي وحشاني يا سنة، مش حد غيرك. فقت سنة من خيالها، يعني كل ده كذب وتمثيل ولا حقيقة؟ بتعمل فيا كده ليه يا مصعب؟ كان كل تفكيري انك قاصد كل ده من زمان عشان فلوس، لكن دلوقتي كل حاجة اصعب. بعد يومين دخل مصعب مكتب سنة من غير ما يخبط. هو انت مش واخد بالك ان في باب ولا ايه؟ الباب ده شفته فعلا. المهم احنا في اجتماع مهم جدا هنحضره النهارده في مطعم كمان نص ساعة. قدامك نص ساعة وتبقي جاهزة واجي اخدك ونروح. ها؟
والله والاجتماع المهم دوت مش المفروض كنت اعرف عنه من بدري؟ سوري يا حبيبتي نسيت اعرفك. ولا يهمك، قومي معايا وخلينا نروح نشرب حاجه لحد ما الناس توصل. لحقت تغير قرارك؟ مش كنت لسه هتستنى نص ساعه؟ ممكن نقول ان ريحتك ليها تاثير بيخليني اغير رايي. يلا. وراح بيها المطعم. كانت سنة قاعده متوتره. ممكن افهم انت قاعده على اعصابك متوتره كده ليه؟ ده اجتماع بسيط وانا جنبك. انا مش متوتره، عادي ما تقلقش. فاكره ايام زمان يا سنه لما كنتي بتقعدي تستنيني مخصوص؟ طب انت لسه فاكر كل ده؟ احنا كنا عيال ومحدش فينا كان فاهم حاجه، لكن دلوقتي كبرنا وكل واحد عارف هو عايز ايه بالظبط من الحياه. وانت عايزه ايه بقى يا سنه؟ مش حاجه معينه، بس ابسط حاجه اني عايزه واحد يحبني بجد ولشخصي، مش عشان فلوس بابا. دي اسهل حاجه في الدنيا يا سنه، مفيش اسهل من ان الراجل يقع في حب واحده زيك. قبل ما سنه تتكلم قربت منهم واحده. مصعب عامل ايه؟ رقية عامله ايه؟ دي مدام سنه مراتي ومديره الشركه بعد عم الله يرحمه. ودي بقى نسا رقية المسؤوله عن الاجتماع اللي قلتلك عليه. اهلا يا مدام. انا كنت فاكراك جاي لوحدك يا مصعب، عشان كده جيت من غير اي افراد من الشركه. اعمل ايه؟ وحشتني خالص. واخبارك بقى لها فتره مقطوعه خالص. اخباره تقدري تعرفيها بعدين يا انسه رقية. دلوقتي بقى احنا جايين عشان اجتماع، مش عشان نضيع وقتنا في علاقات شخصيه. اكيد، بس انتي ما تعرفيش مصعب غالي علينا قد ايه، وبقالي كتير قوي قوي ما شفتهوش. مش كده ولا ايه يا مصعب؟ اكيد هنتقابل بعدين وهنقول كل حاجه براحتنا. بعد فتره كانوا خلصوا كلام عن الشغل. بقى معقوله كده يا صاحبتي ما تكلمنيش كل ده وكمان تتجوز من ورايا؟ ما جاتش فرصه اتصل بيكي واعرفك يا رقية، بس اكيد هتعذريني بعد ما قابلتي مراتي بجمالها ده كله، مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا، واحده بجمالها ده لازم توقعك بسرعه. اكيد يا حبيبتي. وبعدين يعني سوري، بس مصعب طول عمره بيموت فيا وبيحبني. طب نستأذن احنا بقى يا رقية وهنتقابل بعدين، ها؟ اكيد يا صاحبتي. وفي العربيه سنه بصت بعصبيه لمصعب لمجرد ما بعدوا عن المطعم وقالت: ايه قله الادب وقله القيمه اللي حصلت دي؟ ها؟ ايه يا سنه ايه اللي حصل؟ والله قله الذوق والادب اللي حصلت. انت لازم تفهم يا استاذ ان حتى لو جوزنا ايه انت لازم تحترمني. بس انا كده ولا كده بحترمك يا سنه. يا اخي ايه البرود ده؟ وايه جو صعوبتي دي؟ طب بذمتك بجد وبكل امانه، صعوبتي ده دلع يعني؟ ايوه اسم غريب زي اسمي بالظبط. مش كنتي بتقولي انك مش هتعرفي تنطقي؟ ايوه بس مش لدرجه يعني دلع صعوبتي، ما في مليون دلع تاني. زي ما كنتي بتدلعيني بسوسو، ها؟ امتى ده؟ انا عمري ما قلت لك كده. معقوله تكوني نسيتي زمان لما كنتي بتقعدي تستنيني في الجنينه؟ هو انت بقى مجهزين لي العشاء واول ما تشوفيني تقولي لي سوسو جاي عشان ياكل؟ انا لا ابدا. بعد يومين قعدت سنه في اوضتها والوقت اتاخر من غير ما مصعب يرجع. غيرت هدومها ونزلت تعمل اكل، ومره واحده دخل مصعب. انت رجعت؟ انا افتكرتك هتبات بره. عشان كده قلتي بقى تلبسي براحتك وتعيشي براحتك. لا ما كنتش اقصد كده، او يعني مش عارفه. ده مصعب من ايديها لحضنه ووطى ناحيتها، بس بعد ثواني بعد عنها. انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايه هو انت ناسيه ان انت مراتي ولا ايه يا سنه؟ عدى 3 أسابيع وهي ومصعب بيتجنبوا بعض خالص، وكل واحد فيهم بيتهرب من التاني. وقفت سنه في المكتب متعصبه وبتقول: يعني انا هنا عماله افكر فيه وهو رايح يخرج مع ست رقية؟ تمام ماشي. في اليوم ده روحت سنه لوحدها ومصعب مرجعش البيت. عدى اسبوعين بعد ما لبست فستان فخم جدا وجهزت نفسها. دخل مصعب وقال: يا ريت في حفله كل يوم عشان اشوف الجهازه بالجمال ده. حافظ على حدودك يا مصعب، وما تنساش بعد كده تخبط على الباب قبل ما تدخل، تمام؟ قبل ما يرد عليها كانت عدت من جنبه وسابت الاوضه. الاتنين وصلوا للحفله اللي معموله تبع الشغل، وبعد فتره قرب مصعب: اتمنى بقى المدام تسمح لي ارقص مع الرقصه دي. اكيد، والا شكلنا هيبقى وحش جدا. فاكره يا سنه كنا بنرقص ازاي زمان مع بعض؟ ايام ما كنت فاكراك ابن عمي فعلا وبني ادم طيب. قولي يا مصعب، ايه غرضك بقى من التمثيليه دي كلها؟ هو انت ليه لسه مصممه على انها تمثيليه يا سنه؟ في ايه؟ عايزاني اعمل لك ايه عشان تفهمي بقى السبب الحقيقي؟ عشان تفهمي ان انا ما اتغيرتش على مصعب بتاع زمان اللي كان بيفضل صاحي طول الليل لمجرد انه هيقابلك الصبح. افهمي بقى، افهمي. قد ايه الكلام سهل يا مصعب. ايه حبيبتك رقية وصلت، اسيبك انا بقى عشان تعرف ترقص معايا، عن اذنك. كان مصعب بص لها بغيظ لحد ما سنه سمعت حد بيتريق. واقفه وفارده نفسها قوي وجوزها بيرقص مع واحده تانية. مش عارفه ازاي بنت صغيره زيها كده فاكره انها ممكن تسيطر على راجل زي مصعب ده، خصوصا بقى مع وجود واحده زي رقية في القصه. انا حست بالغيظ والاحراج وفضلت متعصبه. بالليل دخلت اوضتها. انا يخليني اسمع الكلام ده من الناس، والناس تفكر في ايه بالطريقه السخيفه دي؟ عيله صغيره ايه يعني هي رقية دي حلوه للدرجه دي مثلا؟ وكان مصعب في اوضته. تمثيليه برضه هتفضل تقول نفس الكلام ده؟ يعني هتنسى حبي وعشقي ليها كل السنين دي؟ معقوله؟ وتفتكر ان انا لسه بمثل عشان غرض معين؟ انا خلاص زهقت واستحملت اكتر من طاقتي.
اتحرك بعصبيه ناحيه اوضتها ودخل. كانت سنه واقفه. انت ازاي تدخل الاوضه كده دلوقتي؟ انت ايه، ما عندكش خالص ذوق؟ وبعدين انا مش حذرتك الصبح؟ سنه، احنا لازم نطلق يا سنه. ها، قول بقى انك زهقت من تمثيلك. طب عايز ايه في المقابل؟ فلوس ولا شركات؟ ولا بقى لقيت ان وجود رقية حواليك اهم بكتير مني؟ ايه دخل رقية في كلامك ده؟ انت فاكرني هبله يا مصعب؟ فاكرني مش بسمع ولا بشوف؟ وحتى لو كنت عاميه فحضرتك كنت كفيل ان الحياه تبني في الحفله. حقيقتي دي بقى اللي بنت لك، حقيقة ان انت مش قادر تبعد نفسك عنها، لحد ما الكلام وصل لي بوضوح ان انتوا الاتنين في علاقه ما بينكم وانا الطرف التالت فيها. بس انا موافقه على الطلاق. انا ما احبش اقف في وش سعادتكم ابدا. هتفضلي لحد امتى عصبيه وقاسيه كده؟ انا ورقيه ما فيش اي حاجه ما بيننا، ولو كنت عايز نتطلق فده عشان مش قادر استحمل اكتر من كده شكك واتهامك ليا ان انا معاكي عشان فلوسه بس يا سنه. لكن رقيه ما فيش بيننا الا صداقه شغل. قصدك ايه؟ لا اكيد في حاجه ما بينكم. امال ليه عايز تطلقني؟ عشان بحبك ومش قادر افضل عايش في ده اللي شكك ان انا طمعان فيكي. هي دي الحقيقه يا سنه اللي انا كنت مخبيها، ان انا بحبك زي زمان واكتر كمان، واني بحاول بكل الطرق احميكي. انا مش عايز فلوسك ولا توكيلات، انا عايزك انتي. وانا بحبك قوي يا مصعب، وما كنتش قادره استحمل فكره خداعك ليا. انت ليه خبيت عني؟ خفت تفكريني بمثل او بكدب عليكي، لكن انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا بحبك يا سنه، بحبك. انا كمان بحبك قوي يا مصعب. ولحد هنا خلصت القصة خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.